صباح الفل يا صاحبي. واضح يعني ان الهدايا حاجة مهمة جدا جدا في العلاقات الإنسانية بوجه عام وفي العلاقات العاطفية بوجه خاص. من أول الحديث الشريف تهادوا تحبوا، حب بيبقى نتيجة للهدايا. إن الهدية كما أراها هي حاجة من اتنين أو حاجة من تلاتة كمان، مش من اتنين. بتبقى فعلا حاجة طالعة من القلب، فلو قليلة أو كبيرة هي مقصودة، يا إما قضى واجب، عيد ميلادك جه فلازم أجيب هدية وخلاص، يا عم خلصني هات أي حاجة وخلاص. يا إما بتبقى محاولة شراء، كسر عينك بهدية بقى، جايب موبايل بالشيء الفلاني، ودي بيبان. اما عن طريقه الاستجابه للهدايا هي بتختلف من شخص لشخص. هو اتربى على ايه؟ هل الحب بالنسبه له مشروط او غير مشروط؟ الهديه دي بمعناها ولا بقيمتها؟ هل لو عدت المناسبه من غير هدايا هتعدي على خير ولا هتعدي بجزازان؟ ده خلاني ادور شويه عن الاغاني اللي ذكرت اسم الهديه. لقيت ان معظم الاغاني كانت بتتكلم عن انه الحبيب هو اغلى هديه جات لي، يا اجمل هديه بعتها لي القدر ليا. ده معنى حلو، لكن انا قصدي الهديه الماديه هل ذكرت في الاغاني بشكل كبير ولا لا؟ لقيت انه المحتوى اللي ذكر الهديه الماديه قليل مش كتير، وقليل اكتر في الاغنيه المصريه. ما اعتقدش ان في اغنيه مصريه ذكرت الهديه قوي قد مثلا يا رايحين غوريه هاتوا الحبيب هديه، او صباح لما قالت سلموا لي على مصر يبقوا هاتوا لي توت عنخ المنقوش في صواني. لكن مثلا انغام عندها اغنيه خليجي تضحك عليا بهديه، وكم كلمه شاعريه من لهفتي لك اصدق ودري تكذب عليا، اتكلم عن ان الهديه المانيبيوليتنج، انه الحبيب مش صادق قوي بس بيضحك عليها بهديه عشان يسترضيها. مين بقى اللي ذكروا الهديه كتفصيله اساسيه وقويه في العلاقه؟ الاخوه الرحابنه بتجربتهم العظيمه مع ست فيروز. هي مقارنه دائمه لما تقدمه هي فيرسز ما يقدمه حبيبها. اهديتني وردي فرجيت لاصحابي وخبيت بكتابي وزرعت على مخدي. من كتر فخرها بهديته فرجتها لاصحابها، وان كانت سيحت له يعني، خبيتها في الكتاب وزرعتها على المخده. انا اعتقد ان الورد لما بيدبل وبيقدم يعني بتبقى ريحته وحشه وبيجيب حشرات. زرعتها على المخده، نامت جنبها ازاي اصلا؟ هي بقى في المقابل اهدته مزهريه. احنا زينا زي اي راجل يا معلم، شكرا شكرا، وراح حاططها. كنت تداريها ولا اصلا يعني هي متوقعه ايه؟ متوقعه انه يمشي بالفازه يفرجها للناس؟ انا برضو عايز اسالها يعني مع احترامي لكل منطق البنات اللي في الدنيا، هي اهدته مزهريه، هو المفروض هيبقى ماشي بعربيته كده يا جماعه الفازه اهي، يا جماعه الفازه. ما انا عايز افهم هي عايزه ايه. المفروض الراجل يعمل ايه بالمزهريه؟ ما يحطها في البيت. عارف مثلا لو جابت له مثلا ميداليه مفاتيح، له حاجه لعربيته، هو ساعتها هيشعر بسعاده اكبر. جابت له مثلا بلاي ستيشن او دراع بلاي ستيشن، حاجات بتشغل الرجال اكتر يا جدع. هذا ما يطلق عليه فن اختيار الهدايا. ما هو اصل انت يا معلم ما تجيبليش حاجه انا عمري ما هتبسط بيها وتقول لي انا جايب لك هديه غاليه. جيب لي هديه انت عارف انها هتسعدني. ما اعتقدش انه كان من الذكاء انها تهدي له الفازه، كان محتاج حاجه تانية غيرها، وفي الاخر بتحاسبه على رد فعله على هديه كانت بتسعدها هي مش بتسعده هو.